ويا أهلا وسهلا. طبعا هذا اليوم الثاني. قبل ما أطلع الأشياء اللي ما أحتاجها أبغى أسوي خلطة هند، عناية وأفكار، الدكتورة هند عناية وأفكار. جميلة يا بنات صراحة، هذا الاستخدام الرابع لها. يعني كنت كل جمعة أخذها، الحين السبتين ورا بعض أخذها، فجميلة صراحة. هي بنزل مكوناتها إن شاء الله كاملة. وبدل السدر أنا حطيت حنة اللي شعرها تستخدم صبغة، الأفضل إنها تسبغ بعدين. أنا ما عندي نية إني أصبغ بعدين، فما حطيت سدر، حطيت حنة. أفضل الحنة، جميلة جدا وتستاهل. فقلت لازم إني أدلع شعري في البداية، أحط الخلطة على شعري، وبعدها ندخل إلى الأشياء اللي أبغى أرميها، دفاتر، أقلام، أوراق. لا الأقلام صراحة لا تفيدني إلى الآن وأحب أجمعها مرة. أوراق، كتب، دفاتر، جزم، الله يكرمكم، كل الأشياء اليوم بتطلع بإذن الله. وهطل المطر. في سبب كل ما قررت إني أتخلص من الأشياء دي في حاجة توقفني، لكن اليوم إن شاء الله ما في حاجة توقفني. طبعا هي في الغرفة الأشياء بطلعها، والمطر ما هو لازم إني أحرقها اليوم ولا أتخلص منها اليوم، بحطها اليوم في الأكياس، وبإذن الله بكرة الأشياء اللي بتبرع فيها، وفي أشياء إلى الحريق إن شاء الله. وهنا قلت بسم الله، دخلت على أول، ما أدري يعني أشياء يا ناس ما أدري كيف أنا محتفظة فيها إلى الآن. أشياء خلاص، يعني أنا قبل كم سنة كنت كنت أشتغل في التدريب، يعني كنت مدربة وأشتغل في مراكز صيفية ومدارس وزي كذا. في أشياء يعني ذكريات احتفظت بأشياء خلاص أنا وقفت أصلا، ما عاد خلاص شفت إن ما عادها من ميولي الأشياء دي فوقفتها. لكن لازلت محتفظة بالأشياء هذه، ليه ما أدري. أشياء سبحان الله يعني مفروض إني قد تخلصت منها في لحظتها، بس يلا اليوم إن شاء الله نعدل كل شيء. يعني كل الأخطاء اللي وقعت فيها. شوفوا زي هذا برضو يعني كنت صراحة ما شاء الله تبارك الله مجتهدة. وكان من المفروض إني عشان أحفظ وقتي إني ما جلست أتصفح كل الأشياء ذي، يعني سنين أعوام مضت، خلاص مفروض إني قفلتها. لكن كذا ريال، لقيت ريال جوة هذه الفائدة اللي حصلتها من المهم. بحطها كلها في كيس واحد. يبغالها هذه حريقة، يعني يبغالها مكان نحرقها فيه. ف مكانها مو سلة النفايات ولا سلة التبرعات، مكانها مكان هي أفضل لها مكان حريقة، يعني على طول تنحرق. وفي بعدين بوريكم دفتر كمان كنت أكتب فيه، دفتر مذكرات. أما هو مرة ضيم صراحة، دفتر ضيم.
أما هذا الدفتر سري، يعني كنت أكتب فيه زي كذا يومياتي وخواطر والله إني حاولت يعني في محاولات كتابية، فما هو دفتر واحد. كان عندي دفترين، هذا واحد الحين بوريكم، فكلها يعني إلى الجحيم، إلى الجحيم، يعني خلاص التكدس والاحتفاظ بالأشياء هذه، تكديس الأشياء هذه ما جاب معي أي نتيجة، بالعكس حسيت إني فعلا حياتي موقفة، حياتي متعطلة. وبعد ما سمعت زي ما أقول لكم المقطع اللي أمس، مقطع خطورة الأشياء، أن نحتفظ بأشياء خلاص ما عاد لها أي داعي، ما عاد أنت عارفة 1,000,000% أن ما عاد تستخدمينها، فليش تحتفظين فيها؟ حتى إني أطلع وهذا والله برضو الدفتر ذا مليان كنت أكتب فيه، يعني كان إنستغرامي هذا. مثابة الإنستغرام. شوفوا كيف كنت أقصقص صور وأكتب. المهم فلقيت إنه بعد المقطع هذا يعني ما أدري هل هي وعي أو صحوة أو ما أدري إيش اللي جاني، قلت ضروري 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 إني أتخلص منها. فالحمد لله الحين بعد ما حطيتها في كيس الزبالة الله يكرمكم، حسيت إني زي ما يقولون بنص راحة، لكن بعد ما أحرقها، بعد ما تنحط يمكن أحطها في الميفا بإذن الله، بشوف يعني يبغى لها مكان مقفل كذا، صعب إني أحرقها برا زي كذا. المهم اكتشفت فعلا إني الحمد لله يعني حسيت إني ارتحت نص راحة، لكن بعد ما أحرقها بشوف كيف، هل بأرتاح تماما، هل يعني أحس إنها تصير لي أشياء حلوة، يعني ممكن ما تدرون، يمكن هذه سبب الأشياء هذه عندي الحياة متعطلة واقفة مكانها وبس. طبعا وصلنا إلى نهاية المقطع. بإذن الله أني كنت فعلا حقيقية، ونزلت لكم كل شيء حقيقي، يعني ما قبشت ولا غطيت ولا سويت، يعني بالعكس إني كنت عندكم بإذن الله أني كنت إنسان حقيقية، وهذا اللي أطمح فيه. إيش كمان، بس وصلنا إلى نهاية المقطع هذه كمان. المهم يلا إلى اللقاء في مقطع ثاني بإذن الله.